يلا بينا يا سيد، يلا بينا يا نعيم. يلا بينا يا معلم جعفر نحط على ولاد حمادة. بركة انك لقيت الواد يا معلم جعفر. وبعد ده كله يا معلم جعفر، عرفت مين اللي عمل فيك كده؟ ايه بتقول ايه يا شوقي؟ بقول لك عرفت مين اللي عمل فيك كده؟ مالك كده يا شوقي؟ صوتك متحاش من الرجاله اللي واقفين قدامك، بتطلع لي كده عشان اسمع الصوت. عيب عليك يا جدع، يعني في راجل بيستخبى في راجل؟ والله امرك عجيب. عملت اللي قلت لك عليه يا نعيم. حصل يا كبير زي ما انت قلت. يلا انت يا فادي، خد رجالتك واتكل على الله وامشي انت. ماشي يا معلم جعفر، يلا بينا رجاله. ولا ادي الرجاله كده برضه تبقى تمشم. وفاء شوقي، مش الرجاله دول انت جايبهم ودافع لهم فلوس؟ سيبني الوقت يا حاج لان شكلنا هنتبادل اخر بدل. قلت لك قبل كده يا شوقي، عايز رجاله تحميك تبقى مربيهم يابا، مش تيجي تدفع لهم قرشين عشان يحموك. انا رحت لهم ودفعت لهم 3 4 قروش، باعوك ورموك في الشارع ناصح. اتعلم الشوق، انت ما انت صغير عشان يضحك عليك بالطريقه دي. شكلك وحش يا شوق قدام المنطقه لما رجالتك تسيبك عريان وانت واقف لوحدك كده. على العموم يا شوق، نرجع لموضوعنا. ايوه لقيت الواد وعرفت مين اللي كان عامل كده. ولعلمك ان انا حاسس بالذنب ان انا كنت ظالمك انت واخوك، بس ما كنت ظالمك انت يا حماده، لان اللي حصل لي ده كله بسبب تربيتك العفشه الدلال. وهما برضه تربيه عفشه، ما هنقولش ان هما يعني تربيه نظيفه. ومن يوسف الله يرحمه في دار الحق الوقت، بس ما كبرلكش اتهجم عليه وانا راجل ضيف عنده. لا كان بيفهم في الاصول ولا في النيله، عامل زي ابوه واخواته. معلمتوش حاجه يا حماده، لو كان كبر لك من اول ما كانش فاته في التربه الوقت، ما كانش زمانه موته. اتهجم عليه وانت قاعد زي الشوال المخروق. وشو ابنك لما ضربني بالنار على اخوانه، برضه ما بيفهمش في الاصول وتربيتك برضه. قضى كتير من عمره في السجن، وانا اليومين اللي انا اتحبستهم بسبب المخدرات اللي انت لفقتوها لي مسامح فيهم. عارف مسامح فيهم ليه يا حماده؟ لان عيالك دول بضربهم وانا لسه عيل صغير، بس عشان نرجع الله الابيض يا عم حماده ونفتح صفحه جديده ونحافظ على حق الجيره والاخوه. فاضل حاجه واحده، حق المعلم سيد العمده اللي غدرته بيه هو ونعيم في غيابي. يلا يا حماده كده اتكل انت على الله واسحب لك كرسي واقعد على الرصيف عشان تتفرج على المباراة اللي عاملها في ولادك الوقتي. عايزك كده تشوف الماتش ده يبقى تاريخي يا حماده. قول لابوك اركن يا شوقي، لحسن قسما بالله العظيم لو فضل واقف لا هيبقى معاكم، وهحط عليه زي ما هحط عليكم. روح يابا، قلت لك روح يابا. مش عاوزين طمع يا معلم سيد، انا هضرب شوقي وانتوا الاتنين هتضربوا كاري. اسلمكم شوقي تسلموني كاري. اتفقنا يا معلمين؟ اتفقنا يا معلم جعفر. برجولة يا نعيم. خلاص يا معلم جعفر، ما تيجي اعمل كده تاني، خلاص حرام. خلاص يا معلم سيد، اخويا كريم مات في ايدك يا معلم سيد. دماغي يا معلم جعفر، خلاص والنبي يا معلم جعفر ارحمني. لا انشف يا شو، لسه بدري. انشف يا سيد. ايوه يا اخويا. بسم الله يا اخويا، تعالى خد حق. اديله يا سيد ما ترحماه. اي جيت فيها هنا يا سيد، نشن يا سيد. نشن يا عم سيد، صح حرام عليك ضيعتني. حرام عليك يا سيد. اشهدوا يا حارة. حركة الرجل على الرقب اللي المعلم جعفر العمدة عملها في كاري، بس المرة دي المعلم سيد العمدة بيعملها في شوقي. انا بالبدلة وجعفر كان بالكلسون. اشهدوا يا حارة. انا بالجزمة وكان المعلم جعفر كان حافي. كتر خيرك يا سيد. يا اهل الحارة، حق المعلم سيد العمدة رجع يا حارة. اخويا المعلم جعفر خد لي حقي. الله يبارك لك يا سيد، يلا بينا بقى، خلاص خلصت الحكاية.
اسمها حارة، نقول تاني عشان اللي ما سمعش يسمع. خلاص يا ابو السيد، يلا بقى حاج السيد، خلاص خلصت. يا حارة خليكوا شاهدين حركة الرجل على الرقبة ايه اللي اخويا المعلم جعفر عملها في كاري. انت بالبدله وانا بالكلسون، انت كنت بالجزمه وانا حافي. تشكر يا معلم سيد. يلا يا سيد خلاص بقى، يلا بينا. حاج حماد كده احنا كده نرجع جير زي ما النبي وصى عليه الصلاه والسلام. يلا لم عيالك يا حماد، لم عيالك يلا. فرحة برجوع ابن فرحة الدنيا كلها. اسمعوا اهل الحارة، الذبائح لاسبوع جاي ان شاء الله. اي حد هيعوز حاجة، محتاج اي فلوس، محتاج اي خدمة، بيت جعفر العمدة مفتوح لاي حد. فرحة ابني، فرحة المعلم عبد الجواد جعفر عبد الجواد. تمام يا رجالة، اي حد يعوز اي حاجة من المعلم جعفر انا موجود. وكلمة أخيرة قبل ما نمشي يا رجال، يا ريت اللايك الجميل هيفرق معايا في انتشار الفيديو، ويشرفني أخوكم إنك تكون مشترك معايا في القناة. ومع تحيات المعلم جعفر العمدة. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، ازيك يا نونا، عامل ايه؟ الحمد لله يا دكتور، كله تمام. سمعت إن أنت سألت عليا، خير؟ يا نونا، كان عندي مشوار كده يومين وعاوزك تقف مكاني في الصيدلية. أو ماله يا دكتور، مفيش مشكلة، عادي أقف مكانك عادي. طب قول لي بقى يا نونا، بتعرف تدي حقن؟ أمال ده أنا أستاذ رئيس قسم، هتسأل عليا يقولوا لك أحسن واحد يدي حقن إنه. تمام يا نونا، طب والله كويس، يعني أكيد بتدي حقن؟ ما قلت لك ايه يا دكتور، ده انا كنت احسن واحد يدي حقن للكلب بتاعنا لما كان يعيا، اللي كنت بديله الحقن. وعمال تقول لي عيب عليك وأستاذ، وفي الآخر بتدي الكلاب. ما اسمعكش تقول لي بتعرف تدي حقن، خلاص اوعى. ويعني فرقت ايه يعني يا دكتور، ما كلها حقن، ما تخافش انت بس، ما تقلقش. بص يا نونا، هما كلهم يومين وهرجع لك تاني، حاول على قد ما تقدر ما تعملش مشكلة. عيب عليك يا دكتور، ده انا استاذ. ماشي يا عم الناصح، قول لي انت معاك كلية ايه؟ انا بلا فخر يا دكتور معايا كلية زراعة قسم رفس. طب كلية زراعة واعرف عنها، ايه قسم رفض ده قسم جديد ده ولا ايه يا ننة؟ لا ده قسم جديد لسه فاتحينه في كلية الزراعة يا دكتور. ما علينا يا ننة، اهم حاجة ان انت تقف في الصيدلية مفيش مشاكل، واكيد انت بتعرف تقرا انجليزي لان كل الروشتات بتيجي بالانجليزي. في يا دكتور انت مالك كده، ما انتش واثق فيا ليه؟ ده انا قاموس في الانجليزي. اسألني كده اي حاجة كده في الانجليزي، كان يو سبيك انجليزي. يا سلام. خلاص يا ننة، الصيدلية بين ايديك وربنا يستر عليا وعلى الصيدلية. ده بني ادمين معقولة ابقى دكتور واقف في صيدلية لوحدي؟ اللي هيجيلي ما يقولش يا دكتور افشخه. انت يا عم اللي بتتفرج على الفيديو، انت لسه ما ضغطتش لايك؟ اضغط لايك، اضغط لايك، انا عايز اللايك يوصل لاعلى حاجة في الفيديو ده، ويزيدني شرف اما تبقى صديق ليا وتشترك في القناة. ماشي، يلا بقى اما نشوف هنعمل ايه في الصيدلية دي النهاردة. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامعين يا بني ادمين، اول حد يجي يقول لي يا دكتور ده انا مبسوطة اوي. ايوه نعم، اتفضلي، عاوزة ايه؟ ايوه يا دكتور، كنت عاوزة دواء مضاد حيوي. ايه وده دواء ده جديد ولا ايه؟ يا دكتور دواء مضاد وحوي. والله انا اول مرة اسمع الدواء ده فين ده دواء ايه ده؟ يا دكتور دواء مضاد نحوي. يا دكتور هو انت مش عارف اسم الدواء ولا ايه؟ دواء مضاد حيوي. طب قولي كده تاني، انت عاوزة دواء ايه؟ اسمه ايه؟ اللي هو الدواء ده اللي هو مضاد الحيواني ده بتاع الصداع ده. اه انت قصدك دواء مضاد حيوي. ايوه بالظبط، هو يا دكتور الدواء المضاد الحيوي ده اللي هو اللي بيقول عليه ده. ماشي يا ست، اتفضل الدواء اهو، بس بعد كده وانت جاي تبقى تجيب الروشته بتاعته. يا دكتور ما انا على طول باجي للدكتور حامد وبيجيب لي الدواء اللي انا عاوزاه. ربنا يستر من اليومين دول ويعدهم على خير. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جد، امورنا عاوز ايه؟ بتقول شريط ايه كفصصت؟ وده دواء ايه ده بتاع ايه ده؟ يا ابني شركة فصاصتي يا ابني، انت ما انتش عارفه؟ انت اول مرة تشتغل في الصيدلية دي ولا ايه؟ يا حاج انا اول مرة اسمع عن الدواء دلوقتي، اسمه ايه بالظبط عشان اعرف اجيبهولك، والا اجيب لك حاجة تانية تبقى مشكلة لحضرتك.
ولا ركز معايا بدل ما اضربك والله بالعكاز اللي معايا ده. شريكة فصاصت بدل ما اديلك خبطتين بيه. وده ايه ده بقى؟ احنا ما اتفقناش ان انت عاوز مترجم كمان للناس دي. اسمع يا حاج، الدواء ده مش موجود هنا، هات لي الشريط اللي انت عاوزه عشان اعرف اجيب لك زيه. ماشي؟ مش انا بقول لك انت عبيط وشكلك عاوز تتضرب؟ طب خد. اه يا عيني، اه يا عيني، والله لا شكيكم واديك المركز. ماشي. طب خد كمان عشان توديني المركز كويس. اه يا عيني، والله لولا اللي انت راجل كبير لانا ضربك. بس بقى والله العظيم لانا قال للدكتور لما يجي. امشي يا عم، مالكش دواء هنا يا عم. ماشي، انا ليا كلام تاني لما الدكتور يجي. يا نهار ابيض، هو في كده يا ناس؟ ده هو اللي جاب اسم العلاج غلط، اعمل له ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بسكوت، عامل ايه؟ لا، مين النونة؟ انت بتعمل ايه هنا النونة؟ لا بسكوت، من اللي شغال هنا في الصيدلية والناس بتقول له يا دكتور. طول ما انت بتنادينا ما تقوليش يا نونو، قول له يا دكتور. ماشي يا بسكوت؟ دكتور ما شاء الله، من امتى يا عم النونة ان انت بقيت دكتور؟ احنا دفنينه سوا. لا، ما انت اللي ما تعرفوش ان انا كملت دراستي وذاكرت وبقيت دكتور صيدلي. ماشي يا عم، على البركة يا عم الدكتور، ماشي. طب قول لي يا عم، انت كنت جاي الصيدلية هنا ليه؟ عاوز تشتري حاجة؟ مفيش يا صاحبي، انا بس سخنة اوي وكنت عاوز حاجة للسخونية لاني معدتش قادر. حبيبي جيت لي في ملعبي، ده انا اروق عليك واظبطك. ثانية واحدة يا حبيب قلبي، اجيب لك العلاج المناسب واجيلك حالا يا بسكوت. ربنا يخليك ليا يا صاحبي، يا رفع راسنا لفوق. ابسط يا بسكوت، جبت لك الخلاصة، حقنة اجيب من الاخر. يا زواد الحلال، انا يا اسطى حقنة؟ انت عارف ان انا بخاف من الحقن ودي تتوصى بيا. يا عم ده انا جايب لك حقنة من الخلاصة عشان تبقى الشفاء العاجل ان شاء الله. لا 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 يا عم، ده كبير اوي، بعدين انا بخاف من الحقن. لا يا زيد، هات لي دواء او حاجة شرب. يد والله على قدك، انا جايبها لك هتجيب لك من الاخر. يا عم انا قلت لك لا، انا مانيش عاوز حقن يا عم، انا بخاف منهم. لا خلاص يا سيدي، ما تزعلش نفسك، هرجعها واجيب لك حاجة تانية. روح يا شيخ، ربنا يفتحها في وجهك ب7 غرز. خد بسكوتة احلى من الحقنة. وده النونة اللي انت جايبهولي ده؟ دي البوس، هتاخدها تروح على طول. بقية كده يا نونة؟ ماشي يا عم، انا مانيش عاوز منك حاجة خالص، وانا غلطان ان انا جيت الصيدلية دي. يا بسكوتة ما ينفعش، انت لازم تاخد حاجة من دول، يا الحقنة يا اللي بوس، عشان تنزل السخونية. لا يا عم، انا مانيش عاوز حاجة من دول، وانا همشي مانيش جايلك هنا تاني. انت بتقول ايه هتمشي؟ انت ما انتش ماشي من هنا لما تاخد حقنة. ما انا لازم اتعلم فيك واديك حقنة. يا ده يعني انت كمان ما بتعرفش تدي حقن وعايز تتعلم فيها؟ انت عايز تموتني يا نونة؟ والله يا عامل انا ماشي. يا بسكوتة خد يا بسكوتة، ما تخافش يا بسكوتة، ده الحقنة مش. طب اقول لك بلاش حقنة، خد لبوس، اللبوس بيروق. علم وش فقر، مش مقدرين موهبتي، انا كنت عاوز اروق. ترن 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 ترن. الو، السلام عليكم. ايوه معاك صيدلية الدكتور حامد، مين معايا؟ ايوه انت مين حضرتك؟ معايا الدكتور حامد؟ لا الدكتور حامد في اجازة، انا الدكتور نونة، امرني. طب عندكم في الصيدلية بزازات؟ بزازات يا قليل الادب اللي متربيتش، انا غلطان اساسا ان انا رديت عليك، والله لا اعمل لك حظر ما عدت ردد عليك. البزازات قال عاوزني اقول له اه عندي، عشان يقول له حطها في قليل الادب. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه اتفضلي، عاوزة ايه؟ والله يا دكتور انا عاوزة شريط زي الشريط اللي معايا ده بالظبط. وريني الشريط اللي معاك عامل ازاي. ايه ده الشريط ممسوح ومش مكتوب عليه اي حاجة. طب انا هعرفه ازاي يعني؟ ما انا كل مرة باجي للدكتور حامد وهو بيجيبهولي، بيشوف الشريط بيجيب لي زيه. ايوه ازاي يعني بيجيب لك زيه؟ ازاي ده مش مكتوب عليه اي حاجة ولا مرسوم عليه ولا اي حاجة مكتوبة ممسوحة؟ ما فيش شريط مكتوب عليه عشان اعرف اجيب زيه. جناه فيا يا دكتور، الدكتور حامد كان بيجيبهولي على طول، اول ما بيشوفه بيجيب لي زيه على طول. دكتور حامد كان بيجيبهولك؟ طب خد الشريط بتاعك وروحي بيتكم لحد ما يبقى يجي الدكتور حامد تبقى تعالى خديه منه. هو اساسا اول ما شفتك قلت عليك دكتور فاشل، لا انت عارف حاجه ولا انت عارف الشريط. هات يا عم الشريط خلينا امشي. فاشل يا عالم يا فشل، انتوا اللي جايبين له شريط مش مكتوب عليه اي حاجه، اجيب لكم دواء ازاي؟ يرضيكوا كده يا بني ادمين؟ اول يوم اشتغل فيه في الصيدليه يتعامل فيها كده، وانا اللي كنت مبسوط وقلت يقولوا لي يا دكتور. ياني يابا ياني، والله العافية لو مروح وماني شغال هنا تاني.